السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد من فيديوهات خلطة زوزة. النهاردة هنعمل كشري. قاعدة أنا وبنتي لوحدنا ومش عارفين ناكل ايه، فقلنا ايه نعمل كشري. أول حاجة في الطاسة على النار ربع كوباية زيت أو نصها، ونزلت بصل جوانح كده هحمر البصل عشان احطه على جنب. ده اول حاجة بعملها في الكشري. بحب اعمل البصل كده يبقى كده على وش الكشري، ما بحبش البصل وهو صغير. كده البصل قربت تحمر، انا ما بحطش عليها اي اضافات، انا بسيبها تحمر كده في الزيت، وبعد كده بنشفها على ورقة فاضية على مناديل وبس. اه هخلص تحمير البصل وهاخد الزيت، هعمل بقى ايه صلصة الكشري. اهو انا حمرت البصل من غير اي اضافات او اي حاجه. هخرجه بقى انشفه على مناديل وهعوز الزيت مكانه. وادي اهو في الطاسه على النار فرمت بصله صغيره بقليها، حطيت عليها نص معلقه ملح صغيره تحمر، وهنزل عليها الطماطم اللي انا فرماها مع فص ثوم. دي الصلصه بتاعت الكشري، انا مش بحب ازود عليها ثوم. يعني احنا بنحب طعم البصل في صلصة الكشري اكتر من طعم الثوم. حتى الخل مش بزود عليها خل كتير. اهي اول ما تحمر هنزل عليها بالصلصة. بعد ما احمرت البصلة، بعد ما بقت لونها احمر حلو كده مظبوط، نزلت بالطماطم المفرومة عليها فص ثوم، ونزلت بالتوابل كمون وسنة كزبرة، وحطيت برضو ايه كملت ظبطت الملح، وحطيت معلقتين 3 خل، مش اكتر من كده، وزودت كده يعني نص كوباية مية، وهنقولها الناحية التانية تستوي بقى براحتها. في نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها البصل، جبت العدس بتاع الكشري. انا طبعا مدياله سلقه واحده، كنت نقعاه في حبه ميه لمده نص ساعه وسلقته سلقه واحده. وفي نفس الطاسه مكان البصل زي ما قلت لكم حطيت فص ثوم واحد، نص معلقه صغيره ملح، ونص معلقه كمون. انا بحب اسوي العدس كده، التكه دي حلوه قوي، احلى ما تسوي العدس مع الرز والشعريه. على النار هخليه يستوي كده. انتي بتطعميه بزيت البصل كده اهو، حبايه بحبتها سليمه. اهي بيستوي اهو، بيبقى طعمه رهيب، بيبقى طعمه حلو قوي. فص الثوم ده بينقله في حته تانية خالص. انا بحب الكشري
يتعامل كل حاجة لوحده، يعني الرز والشعرية مع بعض، المكرونة مع بعض لوحدها، العدس لوحده، الصلصة يعني ما بحبش اللي هو الكشري بتاع الحلة الواحدة ده. في ناس بيطلع معاها مظبوط، انا بيطلع مظبوط وحلو وكل حاجة، بس لا مش بحبه، ولا حتى ولادي هنا بيحبوه. اهو هو مجرد 5 دقايق على النار كبيره وهتنزليه. الصلصة اهي قربت تستوي برضو. طبعا الصلصة احنا عارفينها بتبقى وسط، مش تقيلة ومش خفيفة. خلاص كده انا خلصت العدس. الصلصة اهي خلاص، يعني دقيقتين برضو هطفي عليها. الصلصة تبقى وسط، انا دقتها الحمد لله مظبوطة، مش محتاجة اي اضافات تاني. في حلة فيها زيت نزلت اهو بالشعرية، نزلت بالشعرية اهو. الشعرية تحمر، احمر الشعرية. طبعا شعرية الكشري بتبقى حمرة قوي، مش محروقة، بس حمرة قوي. الشعرية اهي احمرت، هنزل بحبة الرز. انا مش عايزة كمية، انا عاملة كمية قليلة عشان انا وبنتي بس اللي هناكل، بنتي التانية مش بتاكله. بقلبه تقلبتين، هحط له الملح وسنة صغيرة كمون، مش بزود، يدوب ياخد الطعم. حطيت الملح وحطيت الكمون، هزود بقى المية. انا طبعا حاطه في حله ميه على النار عشان اسلق المكرونه، فهاخد منها. هزود هزود الرز اهو، نقلته على العين عشان اهدي عليه العين اللي من جوه. سبته غلى دقيقه. وهنا وصلنا لخطوه الدقه. كوبايه ونص ميه، عليها ربع كوبايه خل، وعليها فصين توم، كمون، وحطيت حطيت كمون وملح. وهحط الصلصه. هنزل هنا بمعلقه من الصلصه اللي انا عاملاها، وحطيت ربع معلقه شطه مع في الميه بتاعت الدقه، عشان خاطر انا مش بعمل شطه مخصوص للكشري، احنا مش عشان البنات الصغيرين، يعني ما لو بنتي يعني بتدوقها ما تتعبش منها. فمجرد انا بحط هنا سنه شطه كده على طرف المعلقه في الدقه. انا بعمل الدقه كده وبتبقى حلوه وجميله قوي. يبقى الدقه كوبايه ونص ميه، عليها ربع كوبايه خل او ازيد من الربع بحاجه بسيطه، معاها كمون، معاها ملح، معاها شطه، ومعلقه حلوه كده صلصه من الصلصه اللي انا عاملاها للكشري. كده الدقه اسيبها بقى تغلي على. ادي اهو العيش خلاص بيحمر، هيحمر خلاص، وهنزله. انا حطيت له الملح وهرش عليه الكمون لما ينزل.
مش هحروقه، انا مجرد هحمره تحميره كده اغمق من دي، حاجه بسيطه وخلاص. اهو العيش. انا سلقه برضو حمص وهقدم في الطبق وهصوره. وصلنا اهو للاخر، وادي طبق الكشري اللي انا عملته، وادي الدقه اهي. الدقه اهي بتاعتي جميله قوي طعمها. وادي الصلصه اهي، صلصه جميله. وادي اهو الكشري اهو، الرز، العيش، العدس، الحمص، البصل اللي انا عملته اول حاجه معاكم. وكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب اكون قدرت اعمله لكم بطريقه حلوه. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي.